الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يلا يا حبيبي نكمل. بعد ما انتهينا من قصة سيدنا نوح، يا ترى ايه اللي حصل؟ وهل في ناس فضلت التوحيد ولا دخلت في الشرك مرة تانية؟ تعالوا نشوف. بعد قصة سيدنا نوح بدأت الشياطين يوسوسوا للناس الموحدة بالله، وبدأ الشرك واحدة واحدة يكبر، حتى جاءوا ناس وسكنوا في الأحقاف. الأحقاف دي فين؟ بلد بين اليمن وعمان. سكنهم قوم اسمهم قوم عاد، بدأوا في عبادة الأصنام، وربنا أرسل ليهم منهم نبي اسمه ايه؟ هود. هود ده من ذرية سيدنا نوح. قال لهم: يا قوم إني لكم ناصح أمين. وبدأ إن هو يفكرهم بهلاك قوم سيدنا ايه؟ نوح، واللي حصل لهم. قال لهم: اعبدوا الله، هو الذي جعل لكم أجسام قوية وضخمة وأنعم عليكم بالنعم الكتير. ولكن ردوا على النبي عليه السلام قالوا: يا يهود، تريد ملكا؟ تريد مالا؟ نعطيك. فرد عليهم وقال لهم: إني لا أسألكم أجر، ولكني نذير ايه؟ مبين. ردوا عليه قالوا له: إنك سفيه. فرد عليهم سيدنا هود: إني لست سفيه ولست بمجنون، ولكني نذير مبين، فاتقوا الله. شوفوا رد النبي عليه السلام رد ازاي، وشوفوا الأدب والاحترام والأخلاق بتاع الأنبياء. هنا استكبروا وبغير حق، وذلك بسبب قوتهم وبسبب النعيم اللي هما كانوا عايشين فيه، ونسوا ان القوة دي والنعيم ده كله من ربنا اللي خلقهم، وأشد منهم قوة. يعني ربنا أشد من دولة قوة وعنده نعيم طبعا، لأن ربنا خالق كل شيء، ولكن من كثرة الأموال عمت قلوبهم وعمت بصيرتهم. كانوا بيبنوا بيوت كتير وقصور ومصانع من غير ما يحتاجوها. يعني ممكن يبنوا قصر ولا بيوت ولا مصانع ويسيبوها كده فاضية. وكان عندهم خير كتير. في عز الخير ده مكانوش بيدوا للفقراء ولا البلاد الفقيرة اللي حواليهم. قالوا: يا يهود، احنا مش هنترك آلهتنا والإله بتاعك مش هيعمل لنا حاجة. طب هاتنا بالعذاب، وخلي بالك آلهتنا ديت ممكن تصيبك بالجنون. مش ملاحظين حاجة يا جماعة؟ ان كل الأنبياء دايما يتهموهم بالجنون. قال: يا قوم إني بريء منكم ومما تشركون. اجمعوا بقى أموالكم وجيوشكم وكل اللي عندكم وأنا واقف قدامكم. استعجبوا، توقفوا قدامنا بإيه؟ قال لهم: بأعظم سلاح، وهو توكل على الله، لأن الله يعلم بكل شيء وهو اللي بيرزقكم. فاتهموا برضو بالجنون. فجأة كده جاي لنا بدين جديد وجاي لنا بإله جديد وبتقف قصادنا. قال لهم: أنا متوكل على الله، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما همهوش أي شيء خلاص من قوتهم ومن حاجتهم. قالوا قوم عاد: أتنا بعذاب إن كنت من الصادقين. قال هود وهو رافع يده إلى الله: يا رب أتيهم بالعذاب. وكان بيدعي ربنا. رد الله عليه: فاصبر يا يهود عمن قليل. يعني فضل قليل، حاجات بسيطة. الحاجات البسيطة دي ممكن تكون سنوات، لكن عند ربنا ما بتسويش شيء. وكان رد قوم عاد: احنا عايشين في الدنيا، يعني لازم نستمتع بكل ما فيها. كده كده احنا ميتين ومفيش يوم بعث، فخلاص نستمتع بكل الدنيا، بكل شيء في الدنيا. طبعا ده رد ناس كتير في الأيام اللي احنا عايشين فيها. احنا نستمتع، ما يهمناش جنة ولا نار ولا يوم بعث، ربنا يعافينا. وهنا كانوا قوم عاد يعتمدون على الزراعة. فجأة ربنا وقف المطر لمدة كام سنة؟ 3 سنين. حتى ضاعت الزراعة والمال قل وماتت الأغنام. بدأوا يذهبوا للآلهة ويعيطوا ويسجدوا: يا آلهة، يا آلهتنا هاتونا بالمطر آتنا. وقعدوا يترجوا ليه الآلهة. في يوم من الأيام هما بيترجوا الآلهة، سمعوا منادي ينادي من السماء يقول لهم: انتوا عاوزين
السحابة ايه؟ اختاروا السحابة اللي انتوا عايزينها، سحابة بيضاء، سحابة حمراء، ولا سحابة سوداء؟ فرد 70 رجل منهم من أحسن القوم من أغنى القوم نريد السحابة السوداء، لأن هم عارفين إن السحابة السوداء دايما محملة بالخير، ولكنهم ما يعلموش إن ربنا بيستدرجهم للعذاب، هم لا يعلمون. وهنا بدأت فعلا بظهور السحابة السوداء والغمام في السماء، فافتكروا الكفار إن آلهتهم ترسل إليهم السحابة السوداء بالخير، ولكن اللي حصل غير كده. أول من شعرت بالعذاب امرأة شافت البرق في السماء فخافت وهربت بعيد عن قوم عاد، وظنت أن هناك عذاب سيأتي لا محال. وبالفعل بدأ العذاب وهم فرحين إن هذه أمطار وخير جاي من الآلهة واستجابت دعواتهم، ويقولوا إن ده رزق من آلهتنا. بدأت الرياح تشتد مع برودة، وهذه الرياح كانت تحمل الناس من كتر قوة الرياح بالبرودة، كانت تحمل الناس إلى السماء وتسيبهم ينزلوا، الجسم في مكان والراس في مكان، بقى كأنهم أعجاز نخل خاوية، والجثث في كل مكان. استمرت هذه الرياح 7 ليالي و8 أيام. سخر الله الرياح والناس بقت تهرب في بيوتها وتقعد في بيوتها، فترى القوم جالهم صرع وخوف واستخبوا في البيوت حتى قتلهم شق. فكرة الرياح دي جند واحد بس من جنود الله سبحان الله، والرياح ديت حطمت كل شيء من نباتات وناس وكل شيء. فهل بقي منهم باقية؟ لا والله. وهذا حال كل أمة تعصي الله وما تسمعش كلام الرسول إن هو بينزل نذير مبين. لما بيكفروا بربنا ويشركوا ربنا بيبعت لهم نذير بيهم وبيبقى رحمة ليهم، بس هما مش فاكرين كده. وقوم عاد كانوا من أقوام القوم أقوى القوم من حيث الأجسام والنعيم اللي عندهم. وعلى فكرة أنا عايزة أقول لكم إيه هي الأنبياء العرب. الأنبياء العرب هود عليه السلام، شعيب عليه السلام، صالح عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة هنتكلم عن أمة نحتت من الجبال بيوتا، وبيوتهم لسه موجودة لغاية دلوقتي ومن الآثار. ومن هذه الأمة نبي من النبي اللي بعث فيهم. المرة القادمة نتعرف على كل ده إن شاء الله بإذن الله. أستودعتكم الله.